أهلا بيكم معانا. النهاردة بنفتح ملف مهم ومثير جدا، رحلة طالب صناعة العطور في أيامنا دي. أهلا بيكي، فعلا موضوع شيق. معانا النهاردة رؤى من كتاب متخصص، هنحاول من خلالها نعرف الطالب ده بيتعلم إزاي، إيه المهارات اللي لازم تكون عنده، والتوازن الصعب بين الفن والعلم، وكمان التحديات. تمام. وزي أي مجال إبداعي يعني الموضوع مش بس موهبة وإلهام. لا طبعا. لا، ده محتاج شغل كتير قوي، أساس تقني وخبرة بتيجي بالممارسة والصبر. الرحلة طويلة، بس ممتعة للي عنده الشغف ده فعلا. جميل. والكتاب بيقول إن شكل الرحلة دي اتغير تماماً عن زمان. يعني لو حبينا نقارن، إيه الفرق الأساسي بين زمان ودلوقتي في تعليم المهنة دي؟ بصي، زمان كان الوضع مختلف خالص. كان ممكن الواحد يدخل كمساعد صغير في معمل ويتعلم واحدة واحدة. يعني يعتمد على نفسه؟ بالظبط. تعلم ذاتي وبطيء جدا كمان. والأسرار كانت بتفضل أسرار، يعني بتتورث كده في نطاق ضيق. كان في فكرة إن صانع العطور ده فنان لوحده في برجه العاجي. ودلوقتي إيه اللي اتغير؟ لا، النهاردة الوضع اختلف. المهنة نفسها بقت تقنية أكتر بكتير ومربوطة بالسوق بشكل مباشر. بمعنى؟ بمعنى إن التدريب بقى منظم، مكثف، يا إما في مدارس متخصصة معروفة أو برامج تدريب طويلة جوه الشركات الكبيرة نفسها. والمتدرب بيتعلم إيه بالظبط؟ مش بس يخلط روايح؟ لا طبعا، ده بيلف على كل الأقسام اللي ليها علاقة بالعطر. الإنتاج والتقييم الحسي، يعني يشوفوا رأي الناس، والتسويق والتحليل الكيميائي ومراقبة الجودة. ما بقاش شغال لوحده أصلا. فاهمة. بقى جزء من منظومة كاملة. بالظبط كده. مفيش مكان بقى لفكرة البرج العادي دي خالص. طيب، نقطة إن المهنة بقت تقنية أكتر دي مهمة. الكتاب بيشير بالذات لتأثير تحليل الغازات، الجاس كروماتوجرافي. ممكن توضح لنا أكتر؟ الجي سي دي تقنية، يعني ببساطة كده بتخلينا نعرف المكونات الأساسية لأي عطر بشكل دقيق وسريع إلى حد ما، زي بصمة كيميائية كده. إيه ده؟ وده طبعا عمل ثورة في الصناعة. الشركات بقت بتقدر تحلل عطور المنافسين بسهولة نسبية وتكلفة معقولة. تعرف التركيبة فيها إيه؟ وده أكيد بيساعد الطلبة في التعلم. جدا، بيسهل عليهم قوي فهم العطور الكلاسيكية والمعقدة بسرعة. يقدروا يفكوا الشفرة بتاعتها أسرع. بس الكتاب بيحذر من حاجة هنا، صح؟ تمام. التحذير من الاعتماد الزايد عليه. يعني هو أداة مفيدة، مفيش كلام. أكيد. لكن لو الطالب اعتمد عليه بشكل كلي، ممكن يقتل عنده الإبداع الأصلي. يبقى مجرد مقلد شاطر مش مبتكر. الشغل الحقيقي والتجربة أهم. صح. وده ينقلنا لنقطة تانية مهمة: دور المعلم أو المرشد. الكتاب بيقول مش دوره يدي وصفات جاهزة. أبداً. ده ممكن يضر أكتر ما ينفع. دور المعلم الأهم يعني هو إنه يحافظ على حماس الطالب ده، يخليه عايز يكتشف بنفسه. يوجهه بس؟ يوجهه بحكمة، يديله طرف الخيط ويخليه هو اللي يكمل ويجرب ويغلط ويتعلم. يبني شخصيته وأسلوبه الخاص في العطور. طيب، إيه الأساسيات اللي لازم الطالب ده يتقنها عشان يبني الشخصية دي؟ الكتاب ذكر كذا حاجة. بصي، مفيش قواعد صارمة زي ما بنقول، بس في مبادئ أساسية. أول وأهم حاجة: تمرين حاسة الشم كل يوم. دي عضلة. كل يوم؟ حتى الخبراء؟ حتى الخبراء لازم تفضل حاسة الشم حية ونشيطة. تاني حاجة: النظام في المعمل. يسجل كل حاجة بدقة، كل تركيبة، كل عينة، كل ملاحظة. الشغل ده محتاج دقة عشان يقدر يشتغل بسرعة وتحت ضغط. منطقي. وإيه كمان بخصوص فهم العطر نفسه، إنه يفهم إن العطر ده مش مجرد كوكتيل روايح حلوة وخلاص. لا، ده نظام، في علاقات وتوازن دقيق بين المكونات اللي بنسميه التناغم العطري أو الأكورد. يعني إزاي المكونات بتشتغل مع بعض؟ بالظبط. وإزاي يعمل توازن بين البساطة والتعقيد، وبين المواد اللي بتطير بسرعة والمواد اللي بتثبت أكتر، عشان العطر يبقى له حياة وتطور. وهنا بتيجي أهمية دراسة الكلاسيكيات اللي الكتاب أكد عليها. طبعا، زي الموسيقي اللي بيدرس العظماء بتوعه، مش عشان يقلدهم تقليد أعمى، لا، عشان يفهم. عشان يفهم إزاي العائلات العطرية الكبيرة دي اتبنت، إيه التقنيات والأساليب اللي استخدموها، ويبني هو على الأساس ده. ده غير إنه لازم يعرف المواد الخام بتاعته كويس قوي، الطبيعية والصناعية. دي الحروف اللي هيكتب بيها. وآخر حاجة؟ إن العطر لازم يكون ناجح فنياً، يعني يكون ثابت كيميائياً، مناسب للمنتج اللي هيستخدم فيه، وهكذا. الرحلة شكلها مرهقة فعلا ومليانة تحديات. إيه أصعب حاجة ممكن تقابل الطالب ده؟ ممكن أصعب حاجة هي المحافظة على الشغف والصبر. الطريق طويل وفيه إحباطات كتير. طبيعي. يعني ممكن يقعد شهور بيحاول يظبط نقطة معينة أو يوصل لتوازن معين ومش عارف. الإحباط وارد جداً.
عشان كده بناء أساس تقني قوي مهم قوي، هو ده اللي بيديله الثقة يكمل. والكتاب كمان لمح لأهمية التوازن النفسي. فعلا، ودي نقطة مش واخدة حقها. الشغل ده بيستنزف ذهنيا، مهم قوي يلاقي متعة في الشغل نفسه، وفي نفس الوقت يكون له حياة بره الشغل، اهتمامات تانية تفصله وتجدد نفسيته وإلهامه. جميل قوي. يعني خلاصة الموضوع إن رحلة صانع العطور دي مش بس محتاجة مناخير كويسة. لا خالص، دي محتاجة فنان وعالم وشخص منظم جدا وعنده قدرة تحمل وصبر غير عاديين. ممتاز. طيب خلينا نختم بسؤال للمستمعين يفكروا فيه. بعد ما عرفنا كل التعقيدات دي التقنية والتدريبية والنفسية في رحلة صانع العطور، هل الإبداع الحقيقي في المجال ده هو بس القدرة على ابتكار ريحة حلوة وخلاص؟ ولا يمكن الإبداع الأكبر هو في القدرة على خوض الرحلة الطويلة دي بكل صعوباتها والتعامل مع الفشل مع الحفاظ على الشغف والفضول ده واللعن طول الوقت؟